اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الدوناتس بس بطريقة يعني سهلة جدا وشكل مختلف عن اي دوناتس انتوا يعني شفتوه قبل كده. هنعمل دوناتس بمكونات سهلة جدا. اول حاجة معايا نص كيلو من الدقيق واتنين كيس فانيليا وكيس خميرة وكوباية من المية الدافية. هناخد كوباية وربع، النص كيلو دي هياخد معايا كوباية وربع من المية الدافية، ومعايا بيضة، ومعايا معلقتين من السكر، ومكعبين من الزبدة او معلقة كبيرة من الزبدة. اول حاجة هننزل بيه نص كيلو دي، بس اهم حاجة دي تكوني نخلاه كويس جدا علشان تدخلي فيه الهوا كده ما يكونش مكتوم. هننخل الدقيق وبعدين هننزل الدقيق كده في قلب البولة، وبعدين هننزل عليه بالمكونات اللي هي الجافة الاول، اللي هو السكر والخميرة الفورية. هننزل بيه السكر وبعدين هناخد معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، مش اكتر من كده. هنقلب المكونات دي كلها مع بعضها كده. هناخد ذرة ملح، ذرة بسيطة يعني مش كتير قوي، زي ربع معلقة صغيرة من الملح بس. وهنقلب المكونات دي كلها كده ببعضها، وبعدين هننزل بيه البيض، وبعدين هنحط الفانيليا. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هننزل بيه البيضة وبعدين هنحط الفانيليا. مفيش حد مثلا ممكن تقولي هتبقى ريحتها مش كويسة او كده من البيض، احنا هنحط فانيليا. ولو انتي عايزة كمان تحطي خل ابيض فممكن تحطي نص معلقة من الخل الابيض، نص معلقة اللي هي المعالق العادية اللي هي الكبيرة دي من خل. مش هيكون فيها لا ريحة بيض ولا فيها اي حاجة خالص، ما تقلقوش من الناحية دي نهائي. بعد ما نقلب البيض كويس جدا مع الدقيق، وبعدين هننزل بيه المية. المية طبعا هتنزلي بالتدريج، مش هتحطيها كلها مرة واحدة، علشان الدقيق على حسب نوع الدقيق بتاعك. ممكن دقيق بياخد سوائل كتير وفي دقيق مش بياخد سوائل كتير، فاحنا هننزل بالمية ديت شوية شوية علشان لحد ما العجينة تلم معانا. مش هتلم اللي هي تكون خلاص مش بتلزق في الايد، لا هتكون لسه بتلزق في الايد كده زي ما انتم شايفين كده بالظبط. هتكون لسه برضو ايه يعني جامدة شوية. وبعدين هنحط بقى مكعبين الزبدة، هنفرد العجينة كده وبعدين هحط مكعبين الزبدة. وهبدأ بقى اللي انا ايه يعني الم العجينة دي في الاول كده هتقطع معاكي. طبعا اول ما تحطي الزبدة هتلاقي العجينة بدأت اللي هي تقطع معاكي، ما تقلقيش خالص. طول ما انتي بتعجني فيها كده كويس هتلم معاكي وهتكون عجينة طرية جدا وناعمة جدا جدا. بس اهم حاجة اللي انتي تعجنيها يعني شوية، ممكن 10 دقايق او اكتر كمان. شايفين بقت متقطعة معايا ازاي، مش متماسكة كلها حتة واحدة. وهتلم دلوقتي مع العجن، هتلم معاكي وهتكون عجينة طرية جدا جدا كمان. ممكن تحطيها في البولة، يعني تحطي الزبدة في او انتي بتعجنيها في قلب البولة كده او اي حاجة. بس انا صراحة علشان يعني اخد حريتي وانا بعجن او اعرف ان انا اتحكم فيها كويس، فانا حطيتها على الرخام منضفاها كويس جدا جدا. ممكن تعمليها مثلا على صينية لو انتي مش عندك رخامة او حاجة، او ممكن تعجنيها في قلب البولة اللي انتي عجنتي فيها في الاول. بس كده لمت معانا. لو انتوا واخدين بالكم شوفوا الاول كانت بتقطع اول ما حطينا الزبدة، ومع العجن لمت وبقت عجينة ناعمة جدا وطرية جدا جدا كمان، وما بقتش تلزق في الايد زي الاول. اي نعم هي فيها سن التلزيق كده حاجات بسيطة، بس مش زي الاول. حطيناها في قلب الطبق ده وهسيبها لحد ما تخمر. طبعا بعد ما اختمرت شوية ما خلتهاش اللي هي اختمرت قوي قوي، شايفين هي ارتفعت شوية عن الاول. هناخد العجينة بتاعتنا هنقسمها نصين لجزئين. لو انتي عايزة تفرديها كلها مرة واحدة كده فهي هتبقى عجينة كبيرة جدا، فاحسن حاجة اللي انتي تقسميها النصين او ممكن 3 كمان. احنا هنقسمها لقطعتين كده. اول قطعة هنرش كده حاجات بسيطة من الدقيق علشان ما تلزقش معايا في الرخامة،
وبعدين هبدأ اللي انا افرد في العجينة بتاعتنا. مش عايزاها تكون رقيقة قوي قوي قوي، لا خالص، يعني هوريكم السمك بتاعها دلوقتي، اللي هي يعني هتكون وسط، ولا هي سميكة قوي، نفس السمك اللي انتوا شايفينه ده كده. مش هفرد فيها اكتر من كده، مش عايزينها تكون رقيقة قوي يعني. هنجيب السكينة، ممكن تفرديها مستطيل وممكن تفرديها تبقى مدورة. هنجيب السكينة، هنقسم العجينة ديت لأربع تربع، يعني بالنظر كده ممكن تقسميها تكون متساوية، وممكن تقسميها يعني واحد يعني مربع كده او مستطيل اكبر من التاني. فعادي مش هتفرق يعني، كلها زي بعضها. المهم قسمنا العجينة اربع تربع، وبعدين هنقسم كل ربع في ده لثلاث مثلثات او اربعة، على حسب برضو انتي عايزة الدوناتس بتاعك كبير او صغير او وسط، على حسب انتي عايزاها قد ايه بالظبط. هنبدأ بقى اللي احنا نلف فيه الدوناتس. بصوا بنفس الشكل ده كده، والعجينة بتشديها يعني بتتمط معاكي كده، لانها طرية جدا جدا، مش هتتقطع معاكي ولا اي حاجة خالص. بعد ما لفيناها كده هنجيب بقى ورق زبدة. ممكن تحطيها مثلا على صينية رشة دقيق بسيطة علشان ما تلزقش فيه الصينية. ممكن تحطيها على ورقة زبدة كده، انا بفضل يعني نحطها على ورقة زبدة علشان لما اجي اقلي الدوناتس بتاعنا، لو انا شلتها، لان انا هسيبها تخمر تاني بعد ما اشكلها كده، هسيبها لحد ما تخمر. لما اجي اشيلها احطها في الزيت علشان نقليها، ممكن من ايديا انزل الخمر بتاع الدوناتس. فاحسن حاجة ورقة الزبدة، بتشيليه الدوناتس بتاعك بورقة الزبدة كده، وبتفضل محتفظة بنفس الشكل بتاعها ومفيش اي حاجة خالص. لو ما عندكيش ورق زبدة فعادي ممكن تحطيها رشة دقيق كده في الصينية، وهترصي الدوناتس بتاعك وتسيبيه لحد ما يختمر كويس جدا، وبعدين هتبدأي اللي انتي تحمري فيه او تقلي فيه يعني. هنفرد التانية زي الاولانية كده، بس هقطعها يعني مستطيل كده، مش هتكون مدورة، مش هقطعها اربع تربع يعني، هقطعها مستطيلات، وبعدين هقطعها مثلثات برضو. ممكن تعمليها بالشكل ده او بالشكل الاولاني اللي انا عملته، بس الحقيقة انا افضل يعني الشكل الاولاني، اللي هو نقسم العجينة لاربع تربع، وكل ربع نقسمه ليه 3 مثلثات او 4. ده هيكون احسن وافضل يعني. بصوا دي قطعتها كده زي مستطيلات، وهنقطع كل مستطيل ده زي مثلثات بقى، او زي ما انتم شايفين كده بالظبط. بس المثلثات دي هتكون صغيرة عن المثلثات التانية، التانية كانت اكبر عن دي كده. في الاخر هتديني قطعة مستطيل كده، فهنعملها زي الباتيه. انتوا عارفين الباتيه بيبقى مستطيل كده وبيتلف بنفس الطريقة دي. هبقى اعمل برضو في فيديو تاني ان شاء الله باذن الله طريقة الباتيه، سهلة جدا جدا يعني، وهتعجبكم ان شاء الله باذن الله. جبنا بقى الزيت، طبعا الزيت ما يكونش ساخن قوي، لا يعني يكون دافي. وبعدين هننزل، شايفين انا بشيل الدوناتس بتاعي بورقة الزبدة، ايدي مش بتلمس الدوناتس خالص، بشيلها كده. ما تستغربوش اللي انا بحطها بالورقة في قلب الزيت. اول ما تبدأ فيه التسوية الورقة دي هتتشال بكل سهولة، انما ما ينفعش ان انا اشيلها دلوقتي، لان العجينة هتكون ماسكة في ورقة الزبدة. فاول ما تبدأ في التسوية هتلاقي الورقة دي بتتشال كده طبعا بكل النار سهولة. تكون يعني متوسطة، ما تكونش عالية قوي، علشان هي عجينة واحنا لفينها كذا راق، فعايزينها تستوي كويس جدا من جوه، ما تكونش لسه نية او فيها عجينة او كده. شوفوا الورقة بتتشال بكل سهولة خالص، علشان خلاص هي دخلت في التسوية، فبقى في الزيت عمل عازل ما بين العجينة او الدوناتس يعني والورقة بتاعت الزبدة، فبتتشال بكل سهولة. طبعا مش هقلبها الا لما تاخد لون ذهبي من تحت، ابدا اللي انا اقلبها. لو كانت لسه ما خدتش لون ذهبي فما افضلش اللي انت تقلبيها يعني خالص. هنقلب دي كده،
هنبدأ بقى اللي احنا خلاص هي كده استوت، فهبدأ اللي انا اشيلها. ولو انتي عايزة تحطي عليها مثلا صوص فراولة، صوص شوكولاتة، مانجا، او نوتيلا او اي حاجة، فحرية شخصية. انا حبيت ان انا اعملها تكون اقتصادية شوية، فهنحط سكر. معايا سكر حبيبات عادية مش ناعم ولا حاجة، وبعدين هتطلع من الزيت وهي سخنة كده علشان السكر يمسك عليها، فهحطها على السكر. شايفين الخط اللي هو الابيض ده؟ كده يبقى الدوناتس بتاعك يعني ناجح جدا جدا. طالما شفتي الخط اللي هو بيبقى خط ابيض كده في النص، ده بيبقى من احسن وافضل الدوناتس اللي انت ممكن تعمليه، وكده يكون ناجح معاكي جدا جدا يعني. الحقيقة كان هش جدا يعني لدرجة اللي هي يعني ممكن تاكلي واحدة واتنين وتلاتة وانت مش حاسة، لانها طرية جدا وهشة جدا جدا كمان. بصوا وهي سخنة كده بحطها في السكر علشان السكر يتماسك على الدوناتس بتاعي، وبعدين هبدأ بقى اللي انا ارصه في قلب الطبق. طبعا كنت انا حطيت الدوناتس التاني في قلب الزيت برضو. هبدأ اللي انا اشيل ورقة الزبدة، بس اهم حاجة النار ما تكونش عالية، انا بأكد على الموضوع ده علشان لو النار عالية هتاخد لون ذهبي من بره ومن جوه هتكون لسه عجينة. فاهم حاجه اللي النار تكون يعني هاديه، ما تكونش عاليه قوي ولا اللي هي واطيه قوي، وسط يعني. بص اول ما خدت لون كده من ذهبي من تحت، وبعدين بدات اللي انا اشيل الورق الزبده وهنقلبها على الناحيه التانية. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بس هخلص بقى انا الكميه دي كلها كده علشان بس ما اطولش عليكم، وهرجع لكم تاني بعد ما اخلص الكميه دي وهوريكم الدوناتس بتاعي بقى في الاخر. وكانت النتيجه تحفه جدا. هنا بعد ما خلصت الكميه بتاعتي كلها من نص كيلو دقيق عملت لي الكميه دي، ده غير اللي ولادي كانوا كمان. شايفين الشكل بقى؟ تحفه تحفه بجد. عملت انا قطع عملتها زي مستطيله كده، مش نفس الشكل اللي انا عملته. شايفين طريه ازاي؟ دي سبت جزء كده من غير سكر، وحطيت على الباقي سكر كده، علشان في يعني عندي ولادي في اللي بيحب الحاجات مسكرة وفي اللي مش بيحبها مسكرة. لو انت عايزة تحشيه من جوه مثلا نوتيلا ولا اي حاجة فعادي مفيش اي مشكلة. اللي انت عايزة تعمليه او الحاجة اللي متوفرة عندك في البيت تقدري ان انت تزوقي الدوناتس بتاعك بيها. شايفين من جوه كان مورق ازاي وطعمه خطير. يعني اتمنى ان انتوا تجربوها وتضاعفوا الكمية كمان لانها تعجبكم جدا جدا ان شاء الله باذن الله. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ ابرار. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.